من كتر جمالها بقى بيطلبوها مني حرفيا كل يوم، من كتر ما هي سهلة جدا وطعمها مميز وخطير بصراحة، فبقينا بنعملها على طول. يلا بينا نشوف معانا الخطوات ايه. اول حاجة معايا شفشق الخلاط، هنزل بكوباية ونص لبن وعليهم كوباية سكر وخمس معالق كاكاو خام اسباني. عديهم كده بالظبط 5 معالق كاكاو خام، يبقى كوباية ونص لبن عليهم كوباية سكر و5 معالق كاكاو خام. ومعايا بقى كده كيسين هوهوز من اللي هو ده، 2 من اللي هو الكبير الجامبو ده اللي هو الكيس ب5 جنيه. لو هتجيبي من الصغير اللي هو ب3 جنيه ده خليهم 3 اكياس. هنقطع بقى الهوز كده وهنديلهم ضربة كده في الخلاط لحد ما السكر يدوب خالص. تمام، بالسباتولا كده بقى، وهنلم الجناب علشان لو في اي حاجة ما انضربتش كويس في الخلاط تختلط كلها كده مع بعضها. تمام كده خلاص. معايا بقى كوباية زيت، هشغل الخلاط وانزل بسرسوب سرسوب صغير خالص كده والخلاط شغال لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. كل ما هتضربي فيها كل ما القوام هيتقل معاكي، شايفه؟ انا هنا رجعت اشغل الخلاط تاني عشان اوريكم ان الخلاط خلاص ما عادش قادر ان هو يلف، خلاص تقلت كده. وبقى الصوص بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده قوامه جميل جدا وحلو قوي قوي. هناخد بقى من الصوص ده كوبايه كده على جنب، وبقيه الخليط هنعمل فيه ايه بقى؟ هنلم بس الدنيا كده وهنجيب بقى 3 بيضات. هنكسر بقى 3 بيضات كده على الخليط ده اول بيضة، دي التانية، دي التالتة، وهنزل عليهم بكيسين فانيليا، يعني تقريبا كده نص معلقة صغيرة فانيليا. لو عندك فانيليا سايلة حطي برضو ربع معلقة كده من الفانيليا السايلة. هنضربهم بقى كويس قوي قوي في الخلاط، يعني تقريبا كده لمدة دقيقتين بالظبط. بعد كده بقى معايا بولة فاضية كده تكون ناشفة قوي يعني تكون نشفاها قوي ما فيهاش اي مية. هنزل بقى بكوبايتين ونص دقيق، بس اهم حاجة نخلهم كويس قوي قوي. ومعايا بقى كمان عليهم معلقة ونص بيكنج باودر وبرضه تنخليهم عشان لو في بس اي تكتلات او حاجة من دي تتظبط كده معاكي. تمام، وذرة ملح كده حاجة ما بين يدوب صوابعك بس. هنقلب بقى الدقيق بالبيكنج باودر والملح، وبعدين هنزل بالخليط اللي احنا زودنا عليه البيض زي ما انتوا شايفينه كده. وهنقلب بقى كويس قوي لحد لما الدقيق يختفي خالص. وانا بقلب بالمضرب كده بقلب كله في اتجاه واحد اهو، يعني ما اقعدش اقلب رايح جاي، لا هو التقليب في اتجاه واحد. تمام، هنا الخليط بقى كان تقل معايا. هنزل بقى اهم خطوة دي اللي هتفتح معاكي الكيكة بتاعتك وهتبقى جميلة قوي. كوباية مية مغلية، مش مية سخنة، مية مغلية، تكوني غالية مية في الكاتل. تاخدي كوباية وتنزلي بقى شوية بشوية كده لحد ما تاخدي القوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. ما تخافيش من المية المغلية، مش هتكتل معاكي ولا هتسوي البيض ولا الكلام ده خالص، هتبقى حلوة قوي قوي معاكي. خلاص كده الخليط بتاعنا جاهز. هنجيب صينية بقى. بصوا انا بحب اعمل الكيك دايما في صينية في صينية ألمونيوم، بس بصراحة ما عنديش صينية ألمونيوم مطاولة، فجبت اللي هي الجرانيت دي كانت حلوة قوي برضو. بطنت كده الصينية بحتة زبدة كويس قوي، او ممكن تحطي ورق زبدة. هتنزلي بقى بالخليط، الخليط بتاعي شايفين رقيق خالص، يعني حاجة بسيطة جدا. وهوزعه كويس او وهبد هبدتين على الرخامة، وعلى فرن يكون متسخن كويس قوي قوي على درجة حرارة 170. هتحط الصينية في الرف اللي في النص، وانا سبتها تقريبا من 35 ل40 دقيقة، بقت زي الفل زي ما هتشوفوا دلوقتي. تمام، على بقى ما الكيك بتاعنا يستوي هنعمل الكريم شانتيه بتاعنا. معايا بقى هنا نزلت بكوباية لبن متلجة، كوباية لبن ساقعة قوي قوي. تمام، وعليهم نص كوباية سكر وكيس فانيليا ودوبتهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده نزلت بكوباية كريم شانتيه. تمام، بصوا بقى هنا اختاروا الكريم شانتيه يكون كويس. يعني انا بصوا وانا يعني انا صريحة معاكم، انا الكريم شانتيه بتاعي بصراحة مش راضي، يعني عارفين اللي هو ما خدتش منه القوام اللي انا عاوزاه.
يعني في كريم شانتيه كده كنت باجيبه كان حلو أوي. بُصّوا ممكن أقعد أضرب فيه بتاع 5 دقايق كده 7 دقايق بالكتير، أبُص ألاقيه تقيل أوي، أوي معايا. تمام، حتى على القناة أنا كنت عاملة فيديو للتورتاية كانت ما شاء الله الكريمة تقيلة أوي وحلوة. المهم يعني اختاروا كريم شانتيه كويس. أنا فضلت أضرب فيه أكتر من 20 دقيقة مش هتصدقوا، برضه ما ادانيش القوام اللي أنا عايزاه، بس هو كان كويس يعني إلى حدٍ ما. فخلاص كده بقى ضربت في الكريم شانتيه بتاعي لحد ما وصل للقوام اللي أنتم شايفينه ده، ده آخر ما عنده بقى. تمام، كده الكيك بتاعي طلع اهوّة من الفرن. أنا خرّمته كده بالسكينة، ما كانش عندي خِلّة زي ما أنتم شايفين كده، وسقيته بنُص كوباية لبن. تمام، بعد ما اتشرّب بقى اللبن خالص، هانزل بالكريم شانتيه بتاعي، هافرده بقى على الكيك كويس أوي. طبعًا الكيكة بتاعتي كانت بردت خالص. المفروض إن أنا هنا في الخطوة دي أدخّل الكيكة بالكريم شانتيه في الفريزر تجمد شوية، بس بصراحة لو قُلت لكم إن ولادي كانوا مستعجلين جدًا، جدًا بُصّوا واقفين جنبي، اللي هو يالّا خلّصي هتخلّصي إمتى؟ لأ يالّا مش هتحطّها في التلاجة إحنا عاوزينها دلوقتي. فاضطريت إن أنا أحُط على طول الصوص فوق صوص الشوكولاتة ده فوق الكريمة على طول، ما حطيتهاش في الفريزر. بس أنتم حطّوا الكريمة وبعد كده دخّلوها في الفريزر نُص ساعة، وبعد كده حطّي الصوص بتاع الشوكولاتة. أنا على فكرة عملت صوص تاني شوكولاتة لإن الصوص الحبّة اللي أنا شِلتهم في الكوباية دول ما كفّوش، فاضطريت إن أنا أعمل تاني. خلاص أنا سِبتها هنا والله بُصّوا ما كمّلتش نُص ساعة، باقول لكم الولاد واقفين خلاص هيتجننوا، يالّا يا ماما، يالّا يا ماما، والساعة كانت خلاص بقت 01:00 فخلاص بقى اللي هُم مش هننام إلّا أمّا ناكل منها. فاضطريت إن أنا أشتغل فيها وأقطّع فيها وهي لسه سايلة. بس بصراحة ما ندمتش أبدًا إن أنا اشتغلت إن إحنا كلناها كده قبل ما تجمد. كانت جميلة جدًا، جدًا وحلوة أوي. هنا بقى عملنا كده تزيين كده أي تزيين أنتِ حاباه، وحطيت كده كيس برضه هوهوز، قطّعته كده وحطيته فوقها، وجبنا كمان اللي هو الشوكوبون الصغير ده، وأي تزيين، أي تزيين عندِك، هي أي حاجة بس بتفرّح الولاد، وكمان أي حاجة بتدّي لنا شكل حلو كده. طبعًا العين بتاكل قبل البطن. ف أي تزيين أنتِ حاباه، أي حاجة عندِك، مش لازم تكلّفي. يعني كفاية إن أنتِ عاملة حاجة كويسة لولادِك في البيت وحاجة نضيفة. فشايفين بقى بسم الله ما شاء الله. بُصّوا أنا مش عايزة أقول لكم على طعمها كان عامل إزاي، طراوة الكيك مع طعم الصوص بالكريم شانتيه بصراحة كانت تحفة، تحفة، تحفة. شايفين سُمك الكيك بتاعي عامل إزاي وتسويته مضبوطة جدًا. طعمه حكاية، حكاية، حكاية والله العظيم. بُصّوا ده بقى اللي هو الجاتوه شاتوه بالهوهوز. تمام، فشايفين بقى الجمال، شايفين القطع أنا عملته السمك بتاعه رقيق علشان عاملة حساب إن في طبقتين هتتحط فوق الكيك فيوصل للجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنا كانت الصينية ما شاء الله اتنسفت. عايزة اوريلكوا بقى القوام بتاعه الشكل الجميل حلو قوي قوي، جربوه مش هتندموا. حاجة جميلة جدا ونضيفة قوي وهتعجب كل اللي في البيت. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. سلام عليكم، مع السلامة.